السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي. اليوم جبت لكم وصفة البسبوسة تجي بزاف بنينة، توجد معكم في 10 دقائق. كملوا الفيديو للآخر. إذا عجبتكم الوصفة ما تنسوش الضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس هكذا باش تتوصلوا بكل الوصفات. نبداو على بركة الله. في كسرونة نوجدو الشربات تاعنا اللي راح نديرو فيها 2 كؤوس من السكر. أنا عبرت أو كيلت بالكأس هذا تاع 220 مليلتر، ونضيفوا له 4 كؤوس من الماء أيضا يكون بنفس الكأس تاع 220 مليلتر. نكملوا كامل الكمية تاع الماء اللي عندنا ونخلطوا شوية بالخلاط اليدوي ونضيفوا له شريحتين من الليمون ونحطوه فوق النار حتى يغلي معنا ونحسبوا له 10 دقائق ونطفوا عليه. وهنا بعد ما كانت وجدت الشربات تاعي نغطوها ونخلوها تبرد مليح. في صحن أو علبان وجدوا النواشف تاوعنا. نديرو 2 كؤوس ونصف من السميد اللي يكون متوسط ونكيلو أو نعبرو بنفس الكأس تاع 220 مليلتر. بنفس الكأس اللي عبرنا به نزيدوله نصف كأس من الفارينة ونخلطو كامل المكونات غير بالمغرفة حتى يتجانسونا بهذا الشكل كما راكم تشاهدوا، ونحطوهم على جهة. في ريسيبيون نديرو 4 بيضات اللي يكونوا بدرجة حرارة الغرفة مع قرصة تاع الملح ونخلطوهم شوية بالفوي كما راكم تشاهدوا، ونضيفوا لهم كأس تاع 220 مليلتر من السكر. نخلطوا السكر والبيض تاعنا مليح بالفوي حتى يذوب لنا السكر مع البيض كما راكم تشاهدوا. وهنا بعد ما ذاب لنا السكر نضيفوا له كأس من الزيت ونخلطه مليح بالفوي. نبقاو نخلطو بالفوي حتى يدخل لنا الزيت مع البيض والسكر مليح، ونضيفو بنفس الكأس اللي كيلنا به كأس من الحليب ونخلطوهم غير هكذا بالفوي. ما تنسوش الضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس هكذا باش تشجعوني للمزيد من الوصفات. وهنا نضيفو للخليط تاعنا 2 ملاعق صغار من لافاني وملعقة من مبشور الليمون اللي راح يعطيها نكهة رائعة للبسبوسة تاعنا، ونخلطوهم حتى يتجانسوا. نتوقفوا من التحريك ونجيبوا النواشف تاوعنا اللي سبق وجدناهم نضيفوهم للخليط، ونجيبوا 20 غرام من خميرة الحلويات أو 2 أكياس، لأنه كل 2 بيضات يقابلهم كيس من خميرة الحلويات ما يعادل 10 غرام. ونخلطوا كامل المكونات مع بعضها غير بالفوي بهذا الشكل كما راكم تشاهدوا. نبقاو نخلطوا بالفوي حتى يتجانسونا كامل المكونات اللي عندنا. جربوها بهذه الطريقة وراح تنجح معاكم من أول مرة. خلطوا مليح الخليط تاعكم على جال الحبيبات هذوك به ما يبقاو لكمش في الخليط. وهنا هذا هو القوام اللي نتوصلوا ليه، ما يجي قوام يابس وما يجيش جاري بزاف. نحطوا الخليط تاعنا على جهة، وجبت هنا سنيوة تاعي اللي تكون 30 على 40 وندهنوها بشوية نتاع الزيت ونفرغوا عليها شوية تاع السميد اللي يكون متوسط كيما راكم تشاهدوا، ونفرغوا الخليط تاعنا ونحطوه في الفرن اللي كنا شعلناه مسبقا ب10 دقائق على 180 درجة. كي تشوفوها حمارت مع الجوانب شعلوا ليها من فوق وحتى تحمر مليح بهذا الشكل. وهي سخونة نجيبو الشربات تاعنا اللي تكون بردت فرغوها عليها بهذا الشكل كيما راكم تشاهدوا. وهنا راهي البسبوسة تاعي شربت كامل الشربات اللي فرغتها لها، خلوها تبرد على جهة لمدة ساعتين. وهنا بعد ما كانت بردت نروحوا للتزيين اللي يكون اختياري. انا درت لها نواة كوكو من فوق بهذا الشكل وانتوما ديروا واش كان متوفر عندكم، وتقدروا ايضا تخلوها بدون تزيين شكلها وحده يجي شهي. وهنا أنا بغيت نقطعها معاكم. أنا قطعتها إلى مربعات متوسطين بهذا الشكل. سيسوغي بالعقل في التقطاع لأنها هشوشة وتقدر تفزد لكم الحبة تاعكم. بعد ما بردت مليح وكانت شربت لي هذيك الشربات كيما يلزم جيت نقسم لكم حبة وتشوفوها كيفاه جات.
هذه هي النتيجة تاع البسبوسة، لازم تجربوها لأنها وصفة ناجحة 100%. إذا عجبتكم الوصفة ما تنسوش تخلوا لي جيم وكومنتير مشجع هكذا باش نكثر لكم الفيديوهات. ما تنسوش تشتركوا بالقناة هكذا باش توصلوا بكل الوصفات. ما تنسوش أيضا تشاركوا الوصفة تاعكم مع الأصدقاء والعائلة.